انا عندي سؤال محيرنا حبتين. في مصر ما تزال أصداء قرار رفع أسعار المحروقات. ارتفاع سعر البنزين. أن الصدمات في زيادة السعر. جعلنا نطرح السؤال. هو ليه رغم ان الاسعار بتغلى والناس بتشتكي طول الوقت بتلاقي المحلات والكافيهات ومحلات الهدوم واللبس والاكسسوارات زحمه على طول؟ هي الناس بقى اغنياء فجاه ولا في تفسير تاني ورا الموضوع؟ النهارده هنتكلم عن الليبستيك افكت. يعني ثانيه، الليبستيك افكت وتاثيره على حياتنا. تعريف الليبستيك افكت ببساطه بيقول لك ان وقت الازمات الاقتصاديه الكبيره لما الناس ما بتقدرش تشتري حاجات كبيره زي شقه او عربيه بيلجأوا انهم يشتروا حاجات ارخص واسرع بس بتديهم احساس بالرفاهيه، زي ان هم يخرجوا كتير، يجيبوا اكل من بره، يجيبوا هدوم، يجيبوا اكسسوارات او غيره كتير. ده كله بس عشان يحسوا بشعور مؤقت من السعاده او ان هم يحسوا لسه في ايدهم قرار يعملوا حاجه. اسم الليبستيك افكت جه من الغرب تحديدا اوروبا، لانهم لاحظوا وقت الازمات الاقتصاديه الكبيره ان مبيعات حاجات زي مستحضرات التجميل والروج بالتحديد بتزيد. الروج اللي هو ليبستيك، وهنا جاي الاسم ليبستيك افكت. نفس التاثير ده بيحصل عندنا دلوقتي، كل حاجه بتغلى فالواحد بيبدا يقول لنفسه ليه اعيش محروم؟ ممكن اشتري حاجه صغيره دلوقتي تفرحني وخلاص. الناس بتتجه لاي حاجه تديهم شعور سعاده حتى لو بسيط. والموضوع هنا مش رفاهيه زياده عن اللزوم، هو نوع من انواع التعويض النفسي. تقدر تقول ان مخك بيجبرك عشان تعمل كده عشان تقدر تعيش. طب فكرت ليه عقلك بيعمل كده؟ مخك بيحب يدور على المكافاه السريعه، الحاجه اللي هتجيله في ساعتها، ما بيحبش يستنى فترات طويله. تقدر تقول ان مخك مدمن بمعنى اصح. بس تعالوا نتعمق شويه في كيمياء المخ ونفهم ده بيحصل ازاي بالظبط. دماغك تقريبا عايمه في هرمونات كتير، هرمونات تحسسك بالسعاده، هرمونات تحسسك بالفرح، هرمونات تحسسك بالحزن، هرمونات تحسسك بالتوتر وغيرهم كتير. احنا هنتكلم بس على 4 منهم النهارده. والاربع هرمونات دول هم مسؤولين عن تاثير الراحه والسعاده بشكل كبير في جسمك. اول واحد معانا هو هرمون الدوبامين او هرمون السعاده زي ما هو معروف. بس انا هسميه اسم تاني، هسميه هرمون المكافاه، وده ببساطه عشان هو شغله معقد اكتر بكتير من انه مجرد بيساعدك. انت من مجرد ما بتشوف حاجه نفسك فيها دماغك بيبدا يفرز دوبامين. الدوبامين هنا بيحسسك بتحفز شديد جدا انت تشتري الحاجه دي، وبيحسسك بفرحه مؤقته، بيخليك تتخيل قد ايه هتبقى مبسوط لو جبت الحاجه دي. تقدر تقول انه بيوهمك وبيبني توقعات عاليه جدا اللي هتحس بيه لما تشتري الحاجه دي. ولما بتشتري حاجه فعلا جسمك بيديك شحنه تانية من الدوبامين، والدوبامين ده بيحسسك بسعاده برضه. لكن ما تخدعش، مش كل حاجه حلوه على طول كده. الدوبامين ساعتها بيبدا يقل في مخك ويرجع لمستوياته الطبيعيه، فساعتها تبدا تحس انك مش سعيد زي الاول. بس المشكله ما بتقفش هنا بس، دماغك بيبدا يدور على الحاجه اللي بعدها عشان عاوز دوبامين كمان، وزي ما قلت لك دماغك يعتبر مدمن، فيبدا يدور على الحاجه اللي بعدها عشان يشتريها، فالدوبامين يطلع تاني فيحس بسعاده تاني، وهكذا تقعد تكرر الدوره دي. عشان كده بتلاقي نفسك متحمس جدا لما تيجي تشتري حاجه جديده، هتشتري هدوم جديده او موبايل جديد او غيره، واول ما بتشتريها بتحس بسعاده، بس بعد شويه بتحس انه عادي وشعور السعاده ده بيروح. ممكن تندم كمان انك اشتريتها اصلا. في مشكله كمان صغيره، انك لما بتكرر العمليه دي كتير دماغك مش كل مره بيفرز نفس مستوى الدوبامين اللي فرزه اول مره. الدوبامين بيقل كل مره عن التاني. سمعت عن حاجه اسمها المساطه العصبيه وانك ازاي بتتعود على الحاجه؟ كنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو على القناه، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. تاني هرمون معانا هو السيروتونين، وهنسميه هرمون الراحه والسعاده على المدى الطويل، وركز على كلمه المدى الطويل دي. لما حياتك تبقى متوازنه وصحتك النفسيه والبدنيه كويسين، مخك بيبدا يطلع الهرمون ده، وساعتها بتحس بسعاده وراحه بال بس اعمق بكتير من اللي الدوبامين بيديها لك. وده السبب ان متعه الشراء بتبقى لحظيه، لانك لما بتشتري حاجه مفيش سيروتونين بيطلع ساعتها. كل السعاده انت بتحس بيها معتمده على الدوبامين اللي هو بيبقى مؤقت في جسمك. زي ما قلت لك السيروتونين بيبقى مرتبط على حاجات على المدى الطويل، زي نوم كويس، رياضه، علاقات اجتماعيه، او تشتري حاجه كان نفسك فيها زي عربيه او شقه مثلا. وده بيفسر ليه حياه الناس اللي كلها توتر وضغوط وما فيهاش توازن حتى لو بيشتروا كل اللي نفسهم فيه بيحسوا ان السعاده مش مكمله معاهم. وده ببساطه ان مفيش سيروتونين بيطلع في دماغهم بصوره كفايه. تالت هرمون معانا هو هرمون الاكسيتوسين، وده هرمون لطيف جدا هنسميه هرمون الترابط. وده بيفرز في مخك لما بتشارك اللحظات السعيده مع الناس اللي بتحبها، زي اصحابك مثلا لما بتخرج معاهم بتحس بفرحه اكتر بكتير من انك تخرج لوحدك. واخر هرمون معانا هو الكورتيزول. كورتيسول. ده حاجه مختلفه عن الباقيين شويه، ده هرمون التوتر والضغط العصبي. انت لما تبص وتلاقي كل حاجه حواليك اسعارها غير منطقيه ومش هتعرف تحققها، الكورتيزول ساعتها بيبدا يعرف في جسمك ويحسسك بالتوتر والضغط الشديد جدا. بس عقلك هنا بيتدخل فبيبدا يصرخ ويقول لك اشتري اي حاجه تفرحني دلوقتي، انا مش هقدر استحمل الضغط ده. فيبدا يوجهك انك تروح تشتري او تخرج كتير عشان تهرب من التوتر والضغط ده وتحس بشعور سعاده مزيف. بس السؤال هنا، هل ده فعلا حل؟ الناس بعد ما بتخرج وبتصرف فلوسها في الحاجات دي هل فعلا بتحس بسعاده ولا ده مجرد هروب من الواقع؟ ممكن واحد يخرج يحس انه مبسوط شويه بس بيرجع يلاقي نفس الضغوط عليه زي ما هي ومفيش اي مشاكل اتحلت. فتقدر تقول ان دي كلها مسكنات عصبيه، بس هل تقدر تعيش من غيرها؟ قول لنا رايك في الكومنتات. في النهايه يمكن مش مشكلتنا في الغلا بس، يمكن مشكلتنا الاكبر اللي احنا بندور على السعاده على طول، عاوزين دوبامين من اي حاجه،
حتى مجرد مسكه الموبايل، بنقلب في التيك توك، نقلب على الشورتس في اليوتيوب او غيره، كل هدفنا ان احنا ندور على دوبامين. ممكن يكون ده بسبب اللايف ستايل بتاعنا، ممكن يكون بسبب السوشيال ميديا، وانك على طول شايف ناس سعيده وانك عاوز تبقى زيهم. الحقيقه ان في مشاكل كتير، مش مشكله واحده بس تتلخص في كلمه واحده: احنا بقينا مدمنين دوبامين. بس كده. عجب الفيديو، لايك وفولو. سلام.